مرحبا، حابب أوجه رسالة لكل يمني ويا ريت إنكم تسمعوني للأخير. الوجع في البلاد زاد عن حده وما ينفع إن احنا نغطيه بضحكة مستعارة أو ترند تافه نلاحقه يومين وننسى. رسالتي لصناع المحتوى اليمنيين اللي يقول ما ينفع أتكلم بهذه الأشياء لأنه محتواي مش سياسة وما ينفع أتدخل فيها. اسمع، الجوع مش سياسة، وأنين الناس وقهر الرجال مش سياسة. هذا واجبنا وهذا واجعنا، وإذا ما تكلمنا إحنا فمن راح يتكلم علينا أصلاً. فإذا تكلمت بهذه المواضيع هذه ما تعتبر منك سياسة، هذه تعتبر نزاهة، لأنك تتكلم على بلادك وقضيتك. الظلم أكل الأخضر واليابس وإحنا ساكتين ولا كأنه في شيء. ألهينا نفسنا بكلمة شمالي وجنوبي، والسياسيين فرقونا ونسينا إن الجوع ما يعرف شحد، وإن القهر طعمه واحد من الشمال للجنوب. والشيء اللي يقهر القلب لما يطلع واحد يقول اليمن بخير ولا في من الخبر خبر. يا أخي إذا أنت شبعان والجيب مليان ونايم ومأمن الله يزيدك من فضله، وإحنا نريد الخير للكل، لكن لا تتكلم بلسان الملايين. لا تتكلم بلسان الأب اللي يرجع البيت مكسور بس لأنه مش قادر يوفر قرص خبز لعياله. لا تتكلم بلسان الأم اللي تموت باليوم 1000 مرة وتشوف ولدها يتقطع من المرض ومش قادر تسوي له شيء وما عندها حتى قيمة بنادول. اليمن مش بخير طالما والكرامة تنداس والناس تموت في بيوتها بسبب الجوع وعزة النفس. اليمن مش بخير طالما حقوقنا تضيع قدامنا وإحنا نتفرج. لذلك فإذا أنت بخير هذا ما يعني إن الشعب كله بخير. اصحوا يا ناس وكونوا سند لبعض، وارفعوا صوت الوجع الحقيقي للمواطن اليمني بدل ما ترفعوا ترندات وتفاهات لا تسمن ولا تغني من جوع. فإذا ما حسيناش بعض اليوم فمتى راح نحس؟ ومن راح يحس علينا أصلا؟ اليمن أمانة، والسكوت عن الظلم ظلم ثاني.